إن المعارف للمعالي سلم، وأولو المعارف يجهدون لينعموا. يتحدث شاعرنا عن المعرفة. المعرفة مفرد وجمعها المعارف، فيقول الشاعر أن المعارف والمعلومات هي الطريق، هي السلم الذي يوصلك للمعالي، للرفعة والتقدم. وأولو المعارف، أولو أي أصحاب المعارف وأصحاب العلم بيعملوا إيه عشان ينعموا ويوصلوا للنعيم والسعادة؟ يجهدون يبذلون الجهد. وأولو المعارف يجهدون لينعموا. إن المعارف للمعالي سلام، وأولو المعارف يجهدون لينعموا. والعلم زينة أهله بين الورى، سيان فيه أخو الغنى والمعدام. والعلم زينة أهله، يصور العلم بالزينة التي نتزين بها، فالزينة هي الحلي والأشياء التي نتزين بها. والعلم زينة أهله بين الورى الناس، يعني الإنسان في ناس بتتزين بالحلي والذهب، وهناك أناس يتزينون بالعلم. سيان سواء متساويان، سيان فيه أخو الغنى والمعدم. أخو الغنى والمعدم بينهما تضاد، لأن الغنى والإنسان الغني عكس الإنسان المعدم الفقير. الفقير يستطيع أن يطلب العلم ويسعى إليه كالغني. والمعلومات والعلوم ستفيد الفقير كما ستفيد الغني. المعلومات والعلم يتساوى فيه الغني والفقير. فالشمس تطلع في نهار مشرق، والبدر لا يخفيه ليل مظلم. هنا الشمس بيقصد ايه بالشمس، وبيقصد ايه بالبدر، وبيقصد ايه بالظلام؟ الشمس يقصد العلم والمعلومات والتقدم، تكون يعني ظاهرة ومشرقة. وأيضا تصور المعلومات والعلم بالبدر، والبدر لا يخفيه ليل مظلم. الليل المظلم هو الجهل، فمهما كان الليل كثير والجهل كثير فإنه لن يستطيع أن يخفي البدر. فالبدر يظهر مهما كان سواد الليل، فالعلم يظهر مهما كان شدة الجهل. وأخو العلا يسعى فيدرك ما ابتغى، وسواه من أيامه يتظلم. الشاعر هنا يقارن بين شخصين، شخص يؤاخي العلا ويطمح في العلا والتقدم والرفعة، وشخص آخر يتظلم من الأيام، فهو خامل وهو كسول ولا يفعل شيء إلا إنه يتظلم من الأيام، ويقول أنها أيام صعبة، رغم أن هذه الأيام الصعبة هي قد تكون فعلا أيام صعبة وزمن صعب وظروف قهرية تعرض لها، ولكن يوجد آخرون تعرضوا بل ربما أكثر مما تعرضت أنت له أيها الشاكي من الأيام ومن الزمن، ولكنهم استطاعوا أن ينجحوا ويحققوا أشياء نافعة لهم ولغيرهم. أخو العلا والإنسان الخامل الذي يتظلم من أيامه. أخو العلا بيعمل إيه؟ أخو العلا بيسعى أي يجتهد ويعمل، والنتيجة أن الله يكافئه فيدرك ما ابتغى، يحصل على الذي ابتغاه وطلبه، ابتغى أي طلب. وسواه الكسول الخامل، وسواه من أيامه يتظلم. الآخر لا يفعل شيء غير أنه يتظلم من الأيام، يقول إنها أياما صعبة، رغم أن هذه الأيام لا يعيشها وحده ويعيشها كثير من الناس، وإنهم استطاعوا أن يحققوا شيئا، وإنما السبب الحقيقي الذي جعله لم يحقق شيء هو كسله وخموله. والخاملون
إذا غدوت تلومهم، هذا الذي يتظلم من الأيام، هذا الإنسان الكسول الخامل، إذا غدوت تلومهم يعني لو ذهبت تلوم عليه تقول له كيف تفعل ذلك، لماذا أنت خامل، لماذا أنت كسول، الحياة لا تعطي الإنسان الكسول وهو نائم، لابد أن تسعى. إذا غدوت تلومهم وتؤنب ضميرهم، هم يعني حسبوك في أسماعهم تترنموا، حسبوك، حسب أي ظن، حسبوك في أسماعهم تترنموا، تترنموا تغني، يقول لك يا عم أنت هتسمعني الاسطوانة، يا عم خف عليا، أنت هتسمعني الاسطوانة دي، انت هتسمعني الأغنية تاني. بيتكلم على ان النصائح بتاعتك ولومك له يصفها بأنها كالأغاني وكالاسطوانات، وهذا من تخفيله، وهذا من برود أعصابه. الناس أحياء، في الناس إيه؟ أحياء كأموات. في ناس انت شايفهم انهم احياء، بس هم في الحقيقه او من وجهه نظر الشاعر انهم اموات. طب ازاي؟ طيب ازاي يقول على الاحياء اموات؟ في الناس احياء كاموات الوغى، ده مش بس زي الاموات الاحياء دول، ده عاملين زي موتى الوغى. الوغى يعني الحروب. الله، ليه؟ وغز الاسنه فيهم لا يؤلموا. انت ميت الحرب لما بيكون في واحد واقع كده في الحروب اللي هي القديمه دي بتاعه السيوف، فهم لما بقى ايه خلاص يروحوا على الناس اللي واقعه دي، فعايزين يعرفوا العدو بتاعهم دون مات فعلا ولا هو لسه يعني في حياه، فبيمسكوا الاسنه اللي هي الرماح ويعني يغزوه بها، يطعنوه بها، فطبعا الميت لا يتحرك لا يشعر. وغز الاسنه فيهم لا يؤلم، لن يتألم، تطعنه بالرمح لا يتألم لأنه ميت. كذلك هذا الحي هو كالميت، لأنك تلومه وتقول له استيقظ، وتقول له ذاكر واجتهد، وتقول له اعمل واشتغل عشان تحقق شيء، ولكنه يقول لك انت هتسمعني الأغاني. ضميره ما بيصحاش، هو خلاص خد على هذا البرود وخد على هذا الخمول، ولا شيء يفعله غير اللوم على الأيام. فاصدم. طب انا اعمل ايه معاهم؟ انا بلومهم وبكلمهم ما بينفعش وما بيسمعوش كلامي، طب اعمل ايه معاهم؟ الشاعر بيقول لك اصدم جهالتهم بعلمك، سيبهم في الجهل بقى اللي هم فيه ده، بس انت مالكش دعوة بيهم، انت تعلم. هم مع الوقت هيشوفوا ان العلم بتاعك بينفعك ازاي، فممكن يغيروا رأيهم. فاصدم جهالتهم بعلمك، انما صدم الجهالة بالمعارف احزموا. الجهل تصدمه بالعلم، الجهل تصدمه بالمعرفة. هو مع الوقت هيشوف ازاي العلم بتاعك نفعك، ويمكن يندم، ويمكن يقدر يلحق نفسه ويراجع نفسه ويحاول يصلح شيء من اللي فاته، او يكون الوقت راح عليه. لكن انت ما عندكش اي حل غير ان انت تصدم جهالتهم بالعلم. مظاهر الجمال. إن المعارف، طبعا عارفين إن بتؤكد الكلام، إن المعارف أسلوب مؤكد بإن المعارف للمعالي السلم، وصف المعارف بالسلم، وصف المعارف وشبهها بإيه؟ بالسلم اللي هنطلع عليه عشان نوصل للمعالي. إن المعارف للمعالي سلم، وهي أصل الجملة إن المعارف سلم للمعالي، لكنه قدم للمعالي وهو جار ومجرور، اللام حرف جر، قدم الجار للمجرور للمعالي على كلمة سلم. تقديم أي جملة أو كلمة على كلمة يفيد التخصيص والتوكيد، التخصيص والتوكيد، ويسمى بأسلوب قصر، ولكنك أنت لست مطالب أن تصف يعني أن تقول أنه أسلوب قصر. المرحلة الإعدادية لا نقول أسلوب قصر، نقول أسلوب يفيد التوكيد، أسلوب يفيد التوكيد والتخصيص، ولا نذكر كلمة قصر. يعني اللي يحب بقى إيه إنه يعرف. سلم نكرة للتعظيم، سلم نكرة للتعظيم.
طبعا النكره يعني الكلمه اللي ما فيهاش الف ولام. فانت لما تلاقي كلمه اسم وقال لك هي ليه جت نكره، فهي لو بيتكلم عن حاجه كويسه حاجه جيده هتقول بتفيد التعظيم. لو كان بيتكلم بالكلمه دي بيقصد بيها شيء سيء، شيء وحش سيء، فهتقول غرضها التحقير. يبقى النكره يا تفيد التعظيم يا التحقير. فانت شيء جيد يبقى يفيد التعظيم، شيء رديء سيء يفيد التحقير، شيء ليس هذا ولا ذاك قد يكون هدفه العموم والشمول، يعني أي شيء يجهدون طبعا أي فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. فعندك يجهدون، وعندك أفعال تانية في البيت الثالث تطلع ويخفيه، وعندك البيت الرابع فيدرك، يدرك برضو فعل مضارع. البيت الخامس تلومهم. لينعموا، ما علاقة لينعموا بما قبلها؟ طبعا اللام دي لام التعليل، يبقى علاقة لينعموا بما قبلها تعليل لما قبلها. البيت الثاني والعلم زينة أهله، بيشبه العلم ويصور العلم بالزينة، تعبير يدل على أهمية العلم. أخو الغنى والمعدم، تضاد بين الغنى والمعدم يؤكد المعنى. فالشمس تطلع في نهار مشرق، تصوير للعلم والمعرفة بالشمس، وأيضا صور العلم والمعرفة بالبدر، وصور الجهل والظلام بليل مظلم، صور الجهل بالليل المظلم. في الناس أحياء كأموات الوغى، أنت تظن أن هذا الخامل حي ولكنه في الواقع هو كالميت، كميت الوغى، كميت الحرب. نهار عكسها ليل، يعني تضاد بالنهار وليل، ومشرق عكسها مظلم، وشمس عكسها البدر، البدر هو القمر، وتطلع عكسها يخفيه. فيدرك ما ابتغى، علاقتها بما قبلها نتيجة لما قبلها، نتيجة. وسواه من أيامه يتظلم، بيتظلم من الأيام، فهنا ممكن نقول صور الأيام بإنسان ظالم. دي في البيت السابع فاصدم جهالتهم، فاصدم أسلوب أمر، لأن اصدم فعل أمر، يبقى فاصدم جهالتهم أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. إنما صدم الجهالة بالمعارف أحزم، أسلوب مؤكد بإنما، والأسلوب لما يكون مؤكد بإنما بيفيد التخصيص والتوكيد، وهي تعليل لما قبلها. إنما صدم الجهالة بالمعارف أحزم، تعليل للأمر الذي قبله عندما قال اصدم. فلماذا أصدم جهالتهم؟ عشان صدم الجهالة بالمعارف أحزم، تعليل لما قبلها.